مالك؟ مفيش. ياسمين مالك؟ انت شايف ايه؟ زهقانه مش طب. عارف انا مالي. يعني انت ده سؤال ولا ده ايه بالظبط؟ تمام. مفيش حد بيقول لي كلمه ولا متشافه ولا حد بيقدرني. هتضايق ليه؟ ما بتجيش تقعد معايا ليه؟ يعني انتي متخيله ان انا هقرا افكارك؟ بيتهيألي بعد 15 سنه جواز يعني المفروض تبقى فاهم مراتك متجوزه ليه يعني. المفروض ابقى فاهم. طيب ماشي، معلش بقى عشان عندي شغل. انت على فكره اللي جاي بتقول لي مالك، انا كنت قاعده ساكته. طيب ماشي، بصي بقى خلي الشغل كده على جنب. يعني انتي دلوقتي بسالك مالك، مفيش. ولما اجي اقول لك طب نيجي نتكلم، مش عارفه تتكلمي. وكل حاجه انت غلط، انت غلط، انت غلط. مش شايفه ان انا مسؤول في الشغل؟ اوكي. مش مقدره اللي انا فيه. انت عماله تتفرجي على المسلسلات، كل يوم بالليل ارجع عليكي قاعده قدام مسلسل قدام نتفليكس، وفي الاخر اهو ده اللي انا باخده. تعالى اتفرج معايا على نتفليكس. طيب ما بتجيش تقعد معايا ليه؟ عشان عندي حسابات، في حاجات لازم اخلصها. اوكي. هو البيزنس ما اعمل بقى بينامش. حساباتك، اعمل حساباتك لغايه لما يبقى تو ليت ان انت بقى تشوف حساباتك التانية بقى بتاعت حياتك. وعلى فكره ده مش انا لوحدي، هم الولاد كمان بيقولوا لي هو فين بابي؟ you're not around. اذا انت فاهم نفسك ATM ماشين، انا مقدره ان الدنيا بتغلى وان انت لازم تشتغل، بس انت مش حاططنا في الحسبه خالص. طيب يعني بس انت هتطلع عيال تعبانه عشان نفسيا. انا هنا ثانيه، يعني هم النادي اللي بيروحوه وخروجاتهم وعايزين دروس وعايزين كل ده، مين بيدفع؟ يعني هو ليه انت ردك على كل حاجه ان انت بتجيب فلوس؟ انت أنا فاهم انا بقول لك معيشكوا ايه؟ عيشه الحمد لله، مستورين ومبسوطين. على انتوا- فكره هو انا كنت مستوره في بيت اهلي على فكره. تمام. هو انت ما اضفتليش اي اضافه. يعني لما اعمل كده ما يتقاليش حتى كلمه شكرا؟ شكرا يا سيدي. العفو يا متشكرين. ستي. العفو. مم. ياسمين خطير. انا عرقت. عشان قلت لك إيه ده؟ هتتحر. ايه ده؟ اه احنا كنا في دوامه. بس دوامة. احنا ما سخناش قوي، بس اتس اوكي. حلو عشان تدي للناس كده. شفت كمان لما قلت لك طب ما انا كنتش عايشه كويس في بيت اهلي، مالك يعني؟ انت مش اضافه اصلا لحقيقه. ده الكلام اللي بيتقال. ده الكلام بتاعي. انت ولا حاجه. ما هو في الاخر بيحس ان هو ولا حاجه. ما انت مش عاجبك حاجه والدنيا غاليه وانا بحاول، بس كتير قوي بيبقى اللي هو خلاص مش شايفها خالص، وهي so lonely و so hurt و so in so much pain. وخلاص they drift apart بقى. طب الواحد يلم الموضوع ده ازاي؟ لان فعلا وانت بتتكلمي انا حاسس هي مش شايفاني ولا ايه؟ هو انا مش جاي تعبان؟ يعني لو ده السيناريو وانا فعلا جاي تعبان وعندي حاجات لازم اقفلها، ده ايه ده؟ الموضوع بيفصل. هنا الحل ان انت تشوف دلوقتي هي مبوزه، واضح ان هي مبوزه بقالها سنين ومتضايقه بقالها سنين. alright. طيب انت شايله كل ده ليه؟ alright. يعني ليه سايبه التراكمات دي تحصل؟ وبعدين هي اول حاجه قالتها له انت المفروض تبقى فاهم انا متضايقه من ايه. نو. ليه المفروض يبقى فاهم انت متضايقه من ايه؟ انت المفروض ان انت تيجي تحكي له انت متضايقه من ايه. احنا بقالنا فتره بنخرجش، احنا بقالنا فتره مسحولين، انا مقدره اللي انت فيه، بس how about ان احنا نحاول نعمل حاجه ان شاء الله once a week, once every 2 weeks, and then let's نشوف ازاي هنقدر بقى نعمل ده، لان المكان اللي احنا فيه ده مش مكان حلو. طب انا عندي سؤال. في كده مشكله بشوفها كتير، اللي هي بنجيب القديم والجديد ونحط ده على ده to make a point. يس. اللي هو فاكر انت لما اتخانقنا من she's holding a grudge او he's holding a grudge بقالها فتره وما اتكلمناش عليها. فاهمني؟ فاكر لما عملت لي كذا من 10 سنين، ده انت حتى مش عارف ايه، وبعدين ممكن تلاقي التاني مش فاكر. هو مش فاكر اصلا ان هو عمل كده او قال كده. فاهمني؟ فهي بتبتدي تحس انها بتكلم نفسها وبتخبط راسها في الحيط، وهو مش شايفها ومش مقدرها. وبعدين هي قالت نقطه تانية، نقطه ان هي لما بتغلط في اي حاجه، اذا اي حاجه وقعت منها ما بيسيبهاش. انتي وانتي 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 مش واخده بالك من الولاد، مش عامله اللي عليكي، كل الكلام ده. فهي برضو لا هنا في appreciation ولا هنا في appreciation, and this is the negative cycle بقى. هنا كتير من الكابلز بيبقوا stuck في negative cycle. والنيجاتيف سايكل دي ليه بنسميها سايكل؟ لان هي عامله زي بتاعه الايه، السيمبل بتاع الانفينيتي ده. بيبقى في حته في النص اسمها التريجر. التريجر ده هو اتفق معاها على حاجه وما عملهاش، هي مبوزه، العيال بتغلس، الدنيا التزامات، مصاريف، وات ايفر. and then بنبتدي نعمل مينينج اوكي من التريجر ده، من الموقف اللي حصل. هو اتاخر عليا عشان هو مش مهتم، هو نسي عيد ميلادي عشان هو بطل يحبني،
هو طول الوقت بيتكلم على شغله علشان فاكر ان هو كده كويس قوي، وان انا كده مش مطلوب منه اي حاجه تانية. بس انا I have other needs. I have the need ان انا يبقى في companionship، ان انا يبقى في شراكه في الجوازه دي، ان انا اقدر اخد ودي، ان احنا نبقى اصحاب، ان انا اساله في حاجه يسالني في حاجه، نقعد نعمل حاجه فن مع بعض. لكن هو الموضوع مش ما بقتش العمليه انه ان احنا بقينا بارتنرز في شركه وبس. احنا بننسى ان احنا كنا كابل قبل ما نبقى بيرنتس، ودي من اكبر الاخطاء. والحياه ضغوطاتها كبيره، انا متفهمه ده كويس جدا. بس ده ما يمنعش ان برضو في النص ان احنا نبقى عندنا الادراك والوعي انه احنا كمان مهمين، علاقتنا مهمه، عشان ما نجيش في الاخر يبقى كل واحد في وادي وكل واحد شايل من التاني بقاله سنين، وبيحصل ساعات انفجارات لاتفه الاسباب. عمرك سمعت حد هو ماله ده الموضوع ما كانش يستدعي كل رد الفعل الفظيع ده والخناق ده؟ أيوة. هو ما بينفجرش على دي، هو في تراكمات حلوه كده، ودي بتبقى اخر قشه فعلا يعني. طب سؤال بقى على التراكمات دي، يعني هي لو حاجه الواحد اتكلم عليها قبل كده وبعدين لقى الشخص اللي قدامه بيجيب له القديم والجديد، معناها ايه؟ معناها ايه اللي بيحاول يتكلم ويلاقي التاني بيجيب له القديم والجديد؟ ان اللي بيجيب القديم والجديد ده شايل حاجه جواه مش عارف يتخلص منها، وان هو مجروح قوي قوي وزعلان قوي قوي بقاله كتير، ونفسه حد يقول له انا اسف، بس اسف دي يجي وراها تغيير. ما تبقاش اسف كلمه وخلاص، يجي وراها تغيير. لو في حد بيتضايق بجد وانا جيت قلت لك بليز انا بتضايق لما بتعمل كذا، لو قلت لي اسف معناه انك هتحاول ما تعملش ده تاني فعلا. ده بجد الاسف اللي الناس بتبقى عايزاه. لكن انا اسف وتاني يوم يحصل نفس الحاجه، ده اللي بتخلي الناس في الاخر تفقد الامل. ما خلاص، ما هي بايظه. وبعدين البيس بتاع الزمن بتاعنا سريع جدا جدا جدا. فالجري ده محتاج ان احنا نعرف نفرمل نفسنا ونفكر نفسنا من اول وجديد، هي ايه الاولويات اصلا بتاعت الحياه؟ اولوياتي ايه؟ وانا عايز ايه من الدنيا؟ يعني انا مش بجري بس في الدوامه دي. اوكي عندنا فكره احنا عايزين ايه، بس هل انا عارف بالظبط انا عايز ايه؟ هل انا اوكي بلاش دي، اللي انا بعمله في حياتي وقراراتي متماشيه مع الفاليوز بتاعتي، مع القيم بتاعتي، ولا انا نسيت القيم بتاعتي ودخلت في المطحنه والدوامه دي وعماله اوقع حاجات مهمه، واوقع صداقات مهمه، واوقع علاقتي مع ناس اهم ناس في حياتي عشان انا واخدهم فور جرانتد. ما انت قاعد، ما انت موجود، ما انت لطيفه، ما انت ابن حلال، فهنستحمل بعض which is okay. احنا لازم نستحمل بعض، بس في حاجه اسمها الرصيد البنكي. يعني انا عندي رصيد كبير قوي عندك في قلبك في عقلك، فلما اسحب منك شويه في فتره انا مثلا نفسيا تعبانه فيها، وفي في وقت تاني انت تبقى محتاجني انا اللي اساعدك وانت عمال تسحب، بتبقى رايح جاي. لكن لو في واحد جاي على التاني طول الوقت، لما الحساب ده يوصل لصفر او يبقى كمان بالنيجاتيف، هنا بقى في دينجر. هنا بقى الدنيا بتبقى مش لطيفه خالص، وبيجي بقى كل اللي انت كنت بتسال عليه وبتحكيه، انه بنجيب بقى القديم والجديد، وبتلاقي الكلام بيبقى جنرال. انت عمرك ما عملت لي حاجه كويسه، ونلاقي الليبلز، انت اناني، انت اصلك ما بيفرقش معاك حاجه غير نفسك، انت اصلك ما بتسمعش، انا عمري ما شفت معاك يوم عدل. ليه؟ ما هو اكيد شفتي معاه يوم عدل. فاهم؟ اكيد هو مش في المطلق انسان وحش، هو عنده حاجات وحشه وعنده حاجات تانية كويسه. فكمان لما بنعمم قوي كده في الاتهامات، خلاص هي الكونفرسيشن رايحه في حته وحشه قوي. وانا بقول للناس بطلوا تتكلموا، يعني باوز، هنوقف، لانه احنا عمالين نجرح في بعض وبس. لان انا مش مديالك الامان ان انت توريني الفولنربيلتي بتاعتك. الفولنربيلتي يس، اللي هو الاحساس بتاعك، وقد ايه الاحساس ده بيبقى هش ومش سهل عليا ان انا اوريه لاي حد. الفولنربيلتي بتاعتي هي ان انا ممكن اقول لك على حاجه that you can judge me for. اشرحي لي اكتر. يعني انا لما اجي اقول لك مثلا النهارده حصل موقف محرج جدا جدا جدا، واتكسفت بطريقه فظيعه جدا، واعتقد ان كل الناس اللي كانت قاعده كانوا بيقولوا يعني الست دي كذا وكذا وكذا، وبجد مش بجد عايزه انسى الموقف ده، انا مش عارفه اعمل ايه. انا هنا I'm being vulnerable معاك. انت لما تيجي تقول لي انا تعبان في شغلي جدا، وانا بجد مظلوم طول الوقت، وانا بتعب وبيجي حد تاني بياخد الشغل مني، انت كده being vulnerable معايا. فلما هي
بيقول لها مالك مفيش. هي she's very vulnerable بس هي she's so aggressive. بالظبط. هي عنيفة جدا. وكل العنف والغضب ده هو عامل زي الجبل. هو ده يعني من فوق باين ان هي صعبة وقاسية وكلامها جارح، بس هي من جوه زعلانة جدا ووحيدة جدا ومضغوطة من انها بتشتغل وانها عندها اولاد وان هي ما بتاخدش بقى حاجة in return تقولها معلش مالك what's wrong زعلانة ليه. فاهم؟ فهل في طرق ان احنا نحاول نريبير؟ طبعا حتى لو كانت الحاجات دي بقى لها سنين، بس لازم صبر. الناس مستعجله، وزي ما في حاجات كتير قوي في حياتنا النهارده فيها شورت كات واقدر اكلم حد في بلد تانية في ثانيه، لكن في حاجات مهما طال الزمن هي محتاجه صبر ومجهود. ودايما بقول للناس لو العلاقه دي بايظه بقى لها 10 سنين احنا مش هنصلحها في قعدتين، مش هنصلحها في 10 سنين، بس محتاجه منكم كوميتمنت، التزام انك تيجي وتتكلم وتشارك وتسمع من غير ما تبقى عايز ترد، تسمع بجد بفضول. ان انت ما كنتش فاهم ان لما انت بتعمل كذا هي بجد بتحس جواها ان محدش طايقها، ان محدش مهتم بيها. وساعات كتير او هنقول اغلب الوقت بيبقى فيه تروما قديمة، ان هي مثلا باباها كان بيعملها بطريقة معينة، فلما بيجي جوزها مثلا يأنبها ولا يوبخها التروما دي على طول بتصحى، بتفتكر باباها وهو بيعمل. طبعا وسيم جوز فور كله. والراجل برضو ما هو ممكن برضو هي تكون بتعمل حاجة، والتروما دي يعني ممكن يبقى فيه تروما صغننة سمول تي تروما بنسميها، وفي البيج تي تروما. سمول تي تروما دي مثلا حد رخم عليا بتاع، حد سمعت كلمة سخيفة and بتعامل عادي. البيج تي تروما بقى هي الحاجات التقيلة، يعني حاجة بقى من الطفولة مثلا، حاجة من الطفولة وحاجة بيج، حادثة عربية، حاجة significant حصلت مثلا حد أو وبعدين هي كمان بيقولوا لك التروما مش اللي حصل لك، اللي حصل جواك منها. فاهمني؟ اللي حصل جواك what happens in you هي دي التروما. طب اقول لك بقى سؤال على موضوع الرصيد. افرض انا دلوقتي ما عنديش رصيد وهي ما عندهاش رصيد واحنا الاتنين مفلسين، هنعمل ايه؟ حلوه دي. هقول لك اولا محتاجين نعترف لبعض انه لا احنا في حته وحشه. وبعدين لو احنا في حته وحشه، طيب احنا في حته وحشه ليه؟ ماشي احنا فهمنا احنا فين؟ احنا في حته وحشه. احنا في حته وحشه ليه؟ احنا في حته وحشه عشان 1 2 3 10 20 ايا كانت الاسباب. عايزين نعمل ايه؟ هل احنا الاثنين عندنا نفس الهدف؟ عايزين نريبير، ولا في واحد عايز يمشي، ولا في واحد ما عندوش استعداد يواجه نفسه وبيقول لك انا تمام، انا ما فيهاش مشاكل خالص، انا زي الفل، وانا طفولتي كانت زي الفل وما عنديش مشاكل. هي بقى تروح تشوف مشاكلها. انا مش هتحرك، انا مش هتغير، انا كل الناس بتحبني. ف دايما بفكر الناس it takes two to tango, it takes two to make a marriage work and it takes two to break a marriage. فكل واحد ليه دور، وحتى لو الناس في الاخر اتفقت انه خلاص مش هينفع، نبقى عاملينها بالاتفاق انه خلاص احنا مش عايزين ده. طبعا دي بتبقى حاجه صعبه جدا وتقيله جدا، لكن ساعات بتبقى هي دي الجيرني بتاعتهم، بتبقى بتنتهي في الحته دي. بس انت بقى ناوي تعمل ايه؟ قد ايه شغل انت عايز تعمله على نفسك وعلى التاني وعلى العلاقه عشان تصلح. فانت مرجعه كل حد هو يبص هو هيعمل ايه بدل هو منتظر ايه من اللي قدامه. طبعا. وبعدين لو مش عارف اسال، انا مش عارف، انا بعمل لها حاجات كتير وهي مش نافعه معاها. طب وبعدين انا بقول للناس اسال بفضول، مش اسال عشان ترد. فلو انت جيت قلت لي انت ضايقتيني، انا عايزه اعرف منك طب قولي انا ضايقتك في ايه، مش ايه انا ضايقتك ليه بقى ان شاء الله. انا اصلا كده على طول دخلت ديفنسيف، وانت لو حد جه ياتاك يو يهجم عليك باي شكل هتعمل ايه؟ هتدافع عن نفسك. انا هسيب نفسي، هي نفس الميتافور بتاعت ان لو اسد دخل علينا دلوقتي ما انت هتدافع عن نفسك.
الاسد بقى دلوقتي ميتافور، مفيش اسود هتدخل علينا النهارده، لكن في ضغوطات الحياه، وفي الفلوس، وفي المسؤوليه، وفي العيال، وفي الشغل، وفي احنا بقى. فيا ريت ما نبقاش الاسد في حياه بعض، يا ريت نبقى حاجه الطف من كده شويه وامن من كده شويه. لو انا حاسه بالامان في العلاقه دي هقول لك كل حاجه، وهيبقى عندي استعداد اعتذر، وهقول لك انا فعلا كان دمي تقيل قوي في اليوم ده، انا معلش، انا مش عارفه انا قلت كده ليه، انا ازاي قلت كده. ممكن نعمل كده بس احس بالامان. لان انا لو قلت لك انا، ما هو الناس تقول لك بس انا لو اتاسفت، ما هو بقى هيقول لي انتي وانتي، وشفتي ده انتي حتى بتقولي على نفسك. ما هو انا مش حاسه بالامان، عشان كده ما بتاسفش. مين اللي مسؤول انه يحسس التاني بالامان؟ يعني هل هي دي مسؤوليه الشخص اللي انا معاه انه يحسسني بالامان، ولا مسؤوليتي انا اللي احس بالامان؟ الاثنين. يعني انا اخلق لك environment، بيئه فيها احساس بالامان، وانت تخلق لي بيئه فيها احساس بالامان، وانا اخد بالي من نفسي ومن صحتي ومن سعادتي، واعمل الحاجات اللي بتبسطني، وانت تاخد بالك من نفسك وتسعد نفسك. يعني دايما ما ينفعش، الامان ممكن نديه لبعض ونخلقه لبعض، بس كل واحد لازم يبقى فاهم انا شايل مسؤوليه نفسي في السعاده. لانه اذا انا مستنياك انت اللي تسعدني، ما ده unfair. اسعد نفسي وانت تسعد نفسك، واحنا الاثنين نسعد بعض. لكن انا واحده سايبك انت اللي تتولى سعادتي، ليه؟ مش المفروض ان حد يبقى عايش كده. لا، اسعدي نفسك بنفسك، وانت اسعد نفسك بنفسك. ومهم ان هو يبقى يلاقي سعادته معاكي ومع صحابه وفي شغله وفي عياله وكده، وفي نفس الوقت تلاقوها مع بعض. طب اسالك سؤال بالعكس. هل الواحد هو اللي بينكد على نفسه بنفسه، ولا الناس اللي بره بتنكد عليه؟ الاثنين. وهقول لك بقول كده ليه، لانه وهشرح لك ليه الواحد بينكد على نفسه، او ان هي بتتشاف ان هو بينكد على نفسه. وهو اللي بينكد على نفسه هو من جوه في حاجه مش متظبطه، في توازن مش موجود. لو انا من جوايا مضغوط وتعبان، والناس اللي حواليا صعبه، وشغلي الجو فيه مش حلو، والدنيا توكسيك وبتاع، هاجي اي حاجه بس تعمل لي كده هبوظ وهكشر وهرد بسخافه وهبقى بنكد على نفسي ولا حواليا. فاهمني؟ وطبعا في زي ما بقول لك عوامل بقى خارجيه بتنكد علينا، بس لازم بقى تشوف طب انا هملى الكوبايه بتاعتي ازاي، عشان كده بقول لك اسعد نفسك بنفسك، عشان اعرف املى كوبايه ولادي، املى هنا شويه املى هنا شويه، وفي نفس الوقت افضل املى الكوبايه بتاعتي. يعني كوبايه او رصيد في البنك بقى. ما هو احنا لما اتكلمنا على رصيد في البنك كان it goes both ways، ده كان اللي هو الرصيد البنكي بتاع الجواز. والكوبايه بتاعتي بقى لما كلمتني على النكد والسعاده وكده، هي دي بقى ان انا علشان اعرف اديكم انا كمان محتاج ادي نفسي بنفسي. انت قربتي من اسم البرنامج. help yourself. ايوه، ساعد نفسك، لازم تساعد نفسك. واذا مش عارف تساعد نفسك، اذا انت واصل لمرحله انا مش عارف اساعد نفسي، اطلب المساعده من اللي حواليك. بس هتطلب المساعده من اللي حواليك امتى؟ لما تبقى بتثق فيهم. لكن لو انا رايحه لحد بقول له انا عايزه اروح اعمل سايكوثيرابي واتريق عليا، طب ما انا اهو بطلب المساعده. لو رحت قلت لمامتي انا بعاني من 1 2 3 وهي قالت لي بلاش كلام فارغ، روحي ركزي في مذاكرتك، انا طلبت المساعده اهو. فاهمني؟ فلما نلاقي حد مستني المساعده او بيطلبها، او انا حتى حاسه متغير، ليه ما اروحش اقول له مالك؟ انت في حاجه مش تمام، انت متغير، مختفي، انا بسال عليك. كام مره مثلا اختفيت ولقيت حد بيبعت لك كده من غير سبب، انت مختفي بقالك فتره، انا بس بطمن عليك، بس لا عايز منك حاجه ولا بتاع، ونبقى نتقابل بعدين، بس انا دلوقتي انا بطمن عليك. ياسمين، انت طمنتيني جدا. ثانك يو. شكرا جدا على البرسبكتيفز المختلفه دي ووجهات النظر المختلفه جدا قوي. هي مواضيع كلها انترستنج قوي. وعلى فكره انا يمكن حاجه من الحاجات اللي عجبتني قوي ان انت برضو فصلتي. انا امتى اعلق الشماعه؟ طب وانا اصلا عايز اعلق الشماعه ولا لا؟ بعلقها ليه؟ وانا طب ايه اللي في ايدي اقدر اعمله؟ فدي حاجه مهمه جدا، ان انا اقدر فعلا اساعد نفسي، انا اقدر فعلا املى شويه من الكوبايه بتاعتي عشان ابقى مستعد اني اسمع واحاول احل، مبقاش بتبلى عليها على طول او هي تتبلى عليا على طول. بالعكس، يبقى الموضوع مشترك اكتر.
شكرا جدا يا ياسمين. العفو على ايه؟ نورتينا. ثانك يو، بنورك.